بسرعة. لما اكون ببطأ اكون قريب اجيب تاني عشان هتلاقي الفتيس بيعلق. هو فعلا علق. فرامل. هو فعلا علق، برافو. طب هو علق ليه؟ سي فرامل كده ارفع بعديها ايه؟ ايه، شكرا. مستعجلش دوس دبرياج عادي. برافو، خدي وقت، متبصيش عليه، عادي. ارفعي دبرياج، خدي وقت خالص. كويس، بس ركزنا على الفتيس اكتر من المطب. يعني احنا خدنا مطب السن جامد شويه. ده بطئي له كويس قوي. عايز اخش ببطء جدا على المطب ده. وريني كده ابطأ حاجه عندك. كويس قوي، سيبي. حلو جدا. سيبي بقى بعدها ايه، اثبت على الدبرياج شويه. سيبي نروح ناحيه الحاره، بصي على الحاره. هي برافو. هنا لا، ما جريش. شيلي بنزين دبرياج فرامل. سيب فرامل. يلا. بس انا بيجي لي احساس خوف فببقى عايز اجري. فالجري. لا والله مش خوف، انا بس عشان يعني الدنيا كده يعتبر رايقة. كنت راجعة تكون الدنيا زحمة. ايوه، طب لما اكون زحمه ده انا ببقى بطيء اكتر. ما اجريش خالص، ما ينفعش اجري في الميدان. وانا في العادي مش بجري، بس انا ذات نفسي اصلا ما بجريش في الميدان. يعني شوف، انا بقالي سنين بسوق. ما ينفعش اجري في الميدان. انا مش ضامن الشخص اللي جاي ده بيعرف يسوق ولا لا. لو جاي بيجري وهو يخبطني على طول مش هلحق افاديه في اي حته، لان هو جاي كده. انا عربيتي كده وهو جاي كده. فلو طلعت انا قدام وهو جاي بيجري خبطني خلاص. ماشي، بس انت فعلا التاني بينزل بنقدر يعني. بنزل بسرعة. لما اكون ببطأ اكون قريب اجيب تاني عشان هتلاقي الفتيس بيعلق. هو فعلا علق. فرامل. هو فعلا علق، برافو. طب هو علق ليه؟ سي فرامل كده ارفع بعديها ايه؟ هي بالظبط. يلا لا قفله لا ما قفلوش، حاجه من الاثنين. ايوه كده، هاتي اول. لا، اجيب اول وانا واقف، اجيب اول. ايه، شكرا. مستعجلش دوس دبرياج عادي. برافو، خدي وقت، متبصيش عليه، عادي. ارفعي دبرياج، خدي وقت خالص. هاي، يلا بنزين. دوسي. هاي تاني. عارف هي ليه بطلت؟ مع اني دايما ما ببطلش. جدع، دي حاجة أولى. طب لما بركز مع الشخص في المانوال ببقى عندي إحساس كده اللي هو يلا اطلع بسرعة، فأروح أنا سايب إيه؟ سايب على طول. دبرياج، فتروح مبطل. يلا عيد تالت. التالت معاه في خطوتين. عيد تالت. بصي المطب فين؟ لما أروح هناك بقى. هاي. دبرياج. امسك إيه بقى؟ يلا بنزين. خدي وقتك عادي، براحتك متنسيش. تعالي يمين كده ونقف يعني. دبرياج مع فرامل. يعني يمين كده. بس هنقف يعني. دبرياج للآخر. استعدي بيه، ما هو ده اللي هيخلي العربية تعرف تقف كويس. رجل على الفرامل. بس. ارجعي مول. ثانك يو. عشان عايز اشرح لك اخر حاجة كده. بس بقى يعني واحنا ماشيين كده انت قلت لي هو فعلا الفتيس علق معايا. عشان كنت بنزل بالسرعة صح؟ وانا كانت سرعتي عالية. سرعتي من بين 60 ل 40 بالظبط. يعني 50 مثلا، وانا جايبه غيار تاني. بالظبط. طيب بصي، لو السرعة عالية وانا نزلت بالغيار من غير ما ابطأ هتلاقي الفتيس بيعلق. فده بسبب ايه؟ ده بسبب ان معظم العربيات بقى دلوقتي عليها نوع من انواع السيفتي شويه، ده بيحميلك
الفتيس. فده اتعمل ليه؟ عشان زمان كده كنا احنا بنقعد نعمل الحركات دي، ان احنا بيقول لك ايه، لما معكش فرامل انزل بالغيارات هتلاقي العربيه بتبطأ لوحدها. ما احنا لو فعلا على سرعه عاليه وجبنا غيار قليل جدا هتلاقي العربيه بطأت. بس ده حرفيا معلومه بتخلي الفتيس يتدمر مننا. فالبراندات بقى بدأت تعمل السيفتي ده عشان تحافظ على الفتيس بتاعها. يعني حتى انت بتغلط، لا احنا هنحاول نفهمك انت بتعمل حاجه غلط. فيعني مثلا لو انا جبت دلوقتي تاني هلاقيه بصي عمال يعلق معايا عشان انت كده مش على السرعه اصلا بتاعتك. بالظبط. طب بص بقى اوريك معلومه حلوه قوي. حطي ايدك الشمال من فوق كده، هي الأول بالظبط. بصي كده على الطريق، انا عايز اجيب اول ولسه العربيه ماشيه، مش هتجيب معايا، مش هترضى اصلا لازم تكون العربيه بطيئه خالص. بالظبط، او زيرو. بصي كده اول ما العربيه بصي كده جاب الغيار، شفت الفتيس بدأ يحصل له ايه، اتحرك معايا لوحده من غير ما انا ايه، من غير ما انا اضغط عليه جامد. يعني هنا كده هنقول للناس لو انت عندك الموضوع ده في عربيتك ما تضغطش على الفتيس جامد، لان ده انت هتكسر السيفتي بتاع الفتيس وهتبوظ حاجات اكتر في الايه، في الفتيس بتاعك. يبقى لازم احافظ برضه على الفتيس، يبقى لازم ابطئ الاول، بعد كده اجيب الايه، الغيار من بدايه الايه، السرعه بتاعته. ده جميل والله. تعالى نفكر الناس كده بمعلومة بسيطة، إن من 0 ل 20 ده غيار أول، ومن 20 ل 40 ده غيار تاني، من 40 ل 60 غيار تالت، ومن 60 ل 80 رابع، 80 ل 200 مثلا خامس، على حسب سرعة العربية. برافو، اتبسطت النهاردة بجد. أحسن مرة اللي فاتت. كتير، المرة اللي فاتت كانت وحشة جدا جدا جدا، بجد كنت متضايقة. لا أنا قلت لك مش أنا وعدتك، قلت لك المرة الجاية تبقى أحسن. الحمد لله.